أنا جاية لكم النهاردة بهدية، هدية لكل واحد عنده أمنية وبيقول يا رب اكرمني وارضيني، اللي بتدعي بالذرية الصالحة وبتقول يا رب اكرمني بالخلف الصالح، واللي بيقول يا رب استرها معايا وارزقني المال الحلال ما تحوجنيش لحد، واللي ضاع منه كتير وبيقول يا رب عوضني بالأكتر. أنا النهاردة طالعة أشارككم حاجة أنا طبقتها بفضل الله وكرمه، وكرمني كرم ملوش حدود. ما كنتش متخيلة بالسرعة دي، ولا حتى أنه يجيني بالشكل ده أو بالطريقة دي. فقلت لا، أنا مش هخلي الموضوع يقف عندي، أنا هطلع وهقوله لكل الدنيا، وإن شاء الله ربنا يكرمكم ويحقق كل أمانيكم. إيه الموضوع؟ أنا في يوم من الأيام سمعت حد بيقول ذكر بطريقة معينة وبعدد معين، فبما إني سمعت يبقى أنا فاهمة إن دي إشارة، فخلاص بطبق وبتوكل على الله، بقول هو ربنا بيقول لي طبق، لأني كنت ممكن ما اسمعهاش. صح؟ طيب هتعمل إيه بقى أنت النهاردة؟ قبل ما تنام بساعة، قبل ما تنام بساعة، علشان أنا عاوزاك تبقى إيه؟ مصحصح. وليه قبل النوم؟ كله جاي، ركز معايا. قبل ما تنام بساعة تدخل تتوضى كويس، وبعد كده تخش على السرير بتاعك، تمدد كده في هدوء وتمسك السبحة بتاعتك. خلاص؟ سواء سبحة رقمية أو سبحة زي كده حبات، ويكون ليها جنبها العداد بتاعها، وتردد 777 استغفار. 777 استغفار. طب ليه العدد ده؟ أنا جايه لك في الكلام، أنا هقول لك كل حاجة النهاردة لأني سألت نفس الأسئلة اللي أنت عايز تسألها. ليه 777؟ السر في العدد. خلاص؟ عايزاك لما تقعد وتردد، ردد الصيغة اللي أنت مرتاح لها أو سهل على لسانك. يعني أنا أول ما بدأت قلت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنا عاوزة منك وإنت بتسبح وعايش كده مع الاستغفار، افتكر ذنب انت عملته. احنا معانا عدد اهو، وهقول لك ليه العدد ده دلوقتي. معاك عدد اهو، استغفر ربنا من كل ذنب. طب ما في ذنوب انا مش فاكرها، قول يا رب انا بستغفرك عن كل ذنب انا مش فاكره. خلاص؟ بهدوء وتمعن وخشوع، وخلي قلبك حاضر. ما ينفعش لسانك شغال وقلبك في حتة تانية، بتفكر بكرة هتعمل ايه في شغلك، او بتفكري هتعملي ايه بكرة للولاد في الشغل. لا لا، مش انت نفسك في امنية؟ مش انت نفسك في امنية ربنا يحققها لك؟ ركز بقى. ده لو قالوا لك هنحقق لك اللي انت عايزه بس تفضل طول اليوم ده صاحي، انت هتفضل عامل كده ومركز. انا بقول لك ساعة بس، ساعة ركز فيها، فضي دماغك، خلصي كل اللي وراكي، اقعدي كده تمعني في الاستغفار، وقولي الصيغة البسيطة اللي على لسانك. خلاص؟ في جلسة واحدة 777 في جلسة واحدة، ما تقسميهمش. احنا احلامنا عايزين ربنا يحققها لنا، صح كده؟ طيب ليه بقى 777 استغفر الله؟ انا برضو سألت كل الاسئلة اللي بتدور في ذهنكم دلوقتي، فتقالي واحدة واحدة هتركزي هتفهمي. طيب دلوقتي احنا غذا جسمنا ده ايه؟ الاكل والشرب. طيب لو امتنعنا عن الاكل يوم واثنين وثلاثة واربعة هموت. ربنا يحفظكم ويمد في عمركم بالخير والهنا يا رب. نفس الموضوع في الروح، غذاها الذكر. فأنا لما ببدأ أمسك سبحتي وأقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وعدي عدد 100 200 300 1000، بيحصل إيه في الوقت ده؟ هو أنت وأنت مش بتتنفسي؟ أنا بتنفس وأنا بسبح، صح؟ ببلع ريقي، فالهواء اللي بيدخل جسمي بيغذي جسمي بالأكسجين
بالاستغفار، صح؟ الاستغفار داخل جوه جسمي، ببلع ريقي بالاستغفار، صح كده؟ بيحصل ايه هنا؟ ان جسمك من جوه بينور، بيبقى فيه هالة من النور بتشوفها الملائكة الطوافة. تخيلي وانت قاعدة على سريرك فيبتدي جسمك ينور، فتلاقي الملائكة الطوافة انت مش بتشوفيهم، لكن هم بيبقوا حواليكي في الوقت ده، بيتغذوا على النور اللي طالع منك، وبيرددوا معاكي وبيأمنوا على دعائك. يا الله، أنا لما فهمت بقيت بطبق بشغف بحب. تتخيلوا اللي أنا بقوله لكم ده؟ لا، تتخيلوا إيه؟ أنتوا هتطبقوه النهاردة. مفيش حاجة اسمها تخيل، في حاجة اسمها يقين. أنت النهاردة بتسمعني وربنا خلاك تسمعني علشان تطبق ده. ما تقولش هجرب، اوعى ما تجربش. هو أسمعك الكلام علشان يقولك طبقه، لأن في غيرك ما سمعش الحلقة دي ومش هيسمعها. أول ما تلاقي نفسك كده وانت بتسبح، عمال تسبح وهيمان وبتقول يا رب وبتستغفر، أول ما تلاقي قلبك ابتدى يبكي قبل عينيك، اعرف ان هنا بقى في اتصال بيني وبين حبيبي مفتوح دلوقتي. يعني باب السماء مفتوح، انت في الحضرة الربانية. انا طبقت اللي انا بقوله معاكم ده، بس ما كنتش لسه فهمت الكلام ده كله. لما ربنا حقق لي اللي بتمناه جريت بسرعة وسألت، طب انا لما عملت كده هو ايه اللي حصل لي؟ قال لي وانتي قاعدة بتقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعمالة ترددي، انتي كنتي في حضرة ربانية، الملائكة الطوافة كانت حواليكي بتردد معاكي، بتأمن على دعائك. غذاها كان النور الرباني اللي انتي عمال يطلع منك وانتي بتسبحي. انا لكل ذنوب، انا اللي عندي معاصي ايوه، ربك ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. وده فكرني بموقف انا مش ممكن انساه ابدا. في يوم كنت بحضر لحلقة هطلع فيها مع اطفالي، وكنا هوا في الوقت ده، ففي سيدة جميلة كلمتني وقالت لي انا عندي في الجمعية بتاعتي اطفال كتير ونفسهم يفرحوا، في منهم الايتام وفي منهم اللي اهليهم عايشين وبرضه ايتام، فايه رأيك؟ قلت لها يا ريت هاتيهم. وجت وقعدت جوه الاستوديو وبدأت اشتغل مع الطفل واحكي له واتكلم معاه. وانا من عادتي لما اتكلم عن سيدنا النبي صلوات الله عليه ما اقدرش امسك نفسي، فتلاقيني شوية ابكي معاهم وشوية اتكلم وشوية اضحك. بصوا ما ببقاش مركزة، لو اتقال لي حاجة في الايربيس ما ببقاش مركزة، ولا مركزة في كاميرا شمال ولا كاميرا يمين، مركزة مع الطفل اللي عيونه بتلمع والحكاية اللي انا بقولها. المهم كانت قاعدة جوه الاستوديو السيدة الجميلة دي اللي بقيت انا وهي اصدقاء بعد كده. لقيتها بعد ما خلصت بتبكي جامد، فبقولها بتبكي ليه؟ قالت لي اصل انتي كان حواليكي نور قوي جدا، انا ما كنتش قادرة ابصلك، كنت كل شوية ادور عيني واركز بس بالسمع. فاستغربتها قوي، قلت لها طيب يمكن الاضاءة؟ قالت لي لا. فجريت على زمايلي وسألتهم هو كان في حاجة حواليا يعني كمداعبة كده؟ فقالوا لي لا يا أستاذة ما كانش فيه. فلما سألت اتقال لي إن الست دي شفافة، بتذكر ربنا كتير، بتعمل خير، فشافت اللي غيرها ما يشوفوش. ولما اتعرفت عليها وبقينا أصدقاء عرفت إنها عايشة لخدمة اللي حواليها كلهم. الجمعية بتاعتها بتهدف لبناء المجتمع، الطفل، أطفال المقابر بتجبر بخاطره، جابت أطفال تجبر بخاطرهم وتطلعهم في البرنامج. فبصوا سبحان الله، انت طول ما انت في اتصال انت في وعي وفي رؤية وفي جو غيرك مش فيه.
فصلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب لحد كده الكلام خلص؟ لا، انت في نفس الجلسة بعد ما تخلص 777 استغفار تصلي على سيدنا النبي 300 مرة في نفس الجلسة. ايوه مالك في ايه؟ هو انت مستتقل القعدة والذكر بقى بعد كل اللي انا بقوله ده ومستتقله؟ ده انت المفروض تكمل لتاني يوم وانت صاحي في ذكر وقرآن وتعيش مع حبيبك. هنسبح 300 بالصلاة على سيدنا النبي بأي صيغة. بصوا بقى، كتير بتسأل طيب أصلي بالصيغة الإبراهيمية؟ طيب أصلي بأي صيغة؟ أنا أوقات أمسك السبحة أقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، وأوقات أقول الصيغة الإبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بقولها وارجع أقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بسهلها على نفسي، بس مش بجري في التسبيح، بتمعن وأنا بسبح. عايزة أقول لكم بقى إن بعد كل 100 ادعي واطلب. خلاص ادعي واطلب من قلبك. انت قلبك كده حاضر معاك عايش في ذكرك صح؟ فاطلب بقى، اطلب وانت بتبكي وبتقول يا رب اجبر بخاطري. ويا سلام لو قلت جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. انت بتتعب 70,000 ملك من كتابة ثواب الذكر ده. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ما أقول 300 الصلاة على أشرف الخلق، طيب يا ترى خلصت حلقتنا كده؟ لا لسه. مش أنا قلت لك إن أنا جاي لك بهدايا كتير؟ ينفع أعدي الحلقة من غير ما أحكي لك حكاية تلمس قلبك وروحك، حكاية واقعية حصلت؟ بتحكي سيدة جميلة وبتقول ببركة الصلاة على سيدنا النبي أنا أصبحت غنية. ده إزاي؟ هي كانت في الأساس حياتها بسيطة، يعني اللي جاي على قد اللي رايح، فبالصلاة على سيدنا النبي أصبحت غنية. طب إيه الموضوع؟ إيه الحكاية؟ اسمع معايا. بتقول أنا متجوزة راجل موظف وربنا كرمني بأولاد والحمد لله حياتنا مستقرة. أنا نسيت أقولك على حاجة، الحكاية دي من 15 سنة. بتقول حياتنا مستقرة والحمد والشكر لله راضيين ربنا والدنيا تمام، لحد ما في يوم جوزي حصلت له حادثة فقعد في البيت ما بقاش بيتحرك خلاص، والمعاش اللي بيجي مش كفاية للولاد في أكلهم وشربهم وتعليمهم وعلاج لجوزي القعيد. فاضطريت إن أنا أخرج واشتغل وأنا مش متعودة على كده، ما طلعتش يعني بشتغل، فالموضوع كان صعب جدا. الأهل يدونا مرة ومرة لأ غصب عنهم عشان العيشة والحياة والمعيش صعبة. هي مش بتلوم على الناس، بتقول لأ غصب عنهم، مرة يدوني ومرة يقولوا لي معلش مفيش استحملينا. فكانت تطلع تشتغل. بتقول اتبهدلت بمعنى اتبهدلت، اشتغلت كذا شغلانة وعلشان مش واخدة على الشقة اتبهدلت بمعنى الكلمة. كنت أبقى بره تعبانة ومنهكة وارجع بسرعة على البيت علشان أشوف الولاد وأكلهم وأشوف جوزي وراعيه، أشوف البيت محتاج إيه وأنظفه. لحد ما في يوم، ركزوا معايا، بتقول كانت راجعة فاصلة تعبانة قوي وجعانة، قعدت على الكنبة نامت، فشافت في المنام أبوها ده متوفي جاي بيطبطب عليها. قومي يا حبيبتي قومي صلي على سيدنا النبي ورددي كلا إن معي ربي سيهدين. بتقول قمت
بقول أنا شفت أبويا كان المنام واضح جدا، بيقول لي صلي على سيدنا النبي ورددي كلا إن معي ربي سيهدين. بتكلم نفسها، بتبص في الساعة لقيت لسه بدري على الفجر حوالي نص ساعة، فقامت وتوضت وفرشت السجادة وصلت قيام الليل. بتقول أنا بكيت بكى يمكن بكى العمر كله وأنا ساجدة، بليت السجادة من كتر ما أنا ببكي وأقول يا رب أنا تعبت، أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عايزة أعمل حاجة تغضبك، أنا عاوزة اللي يسترني أنا وولادي وجوزي، مش عاوزة أحتاج لحد. تبكي 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 تبكي. وبعد كده سلمت واستنت الفجر وصلت الفجر. بتقول أقسم بالله بعد ما كنت متضايقة قوي وشايلة من الدنيا قوي قوي، حسيت براحة نفسية غريبة ورضا. تاني يوم الصبح لقيت جارتها بتخبط عليها، جايبه لها مكنة خياطة، وبتقول لها مكنة الخياطة دي أنا كنت جايباها أصلح عليها أي لبس يتبهدل عندي أو عند الولاد، وأنا عرفت إن انت ليكي في الخياطة، فإيه رأيك لو تاخديها وتديني فلوسها؟ قالت لها بس أنا ما معيش فلوس في الوقت الحالي، ما أقدرش أديكي حاجة. فقالت لها طيب خديها ولما ربنا يكرمك وبيديني فلوسها. بتقول في الوقت ده كانت بتشتغل في حضانة، فراحت على كل مدرسة تقول لهم أنا عندي مكنة، فلو أي حد فيكم محتاج يصلح هدوم، محتاج يعمل فستان، أنا أقدر أعمل لكم. بتقول والله افتكرت الرؤية كلا إن معي ربي سيهدين. بتقول فضلت ماسكة الصلاة على سيدنا النبي وردت في الآية الكريمة، فلقيت حد جاي لي وجايب لي لبس أصلحه له، مدرسة من المدرسات، فصلحت اللبس وخدت فلوس قليلة علشان دي تقول لي دي. بصيت لقيت واحدة تانية جاية وجايبالي قماش وبتقولي ممكن تفصلي لي فستان لبنتي، فبقيت ماسكة الصلاة على سيدنا النبي وأنا شغالة في الفستان وطلع جميل بشكل. بتقول والله الست انبهرت بيه، وبتقول ده أجمل من لو كنت اشتريته من بره وأوفر بكتير. فرحت قوي قوي. وبتقول برضو لو كنت نسيت وأنا بصلح حاجة أو بعمل حاجة نسيت أصلي على سيدنا النبي، لأن احنا بشر طالع نازل، كانت حتة القماشة دي يبقى فيها مشاكل الدنيا، فجري بسرعة وامسك في الصلاة على النبي واقعد اللهم صل على سيدنا محمد. الصيغة اللي هي كانت بتقولها اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بتقول صيغة بسيطة كنت بسهلها على نفسي، ما كنتش وانا بفصل او انا بصلح لبس ابقى مشغولة في تلفزيون او مشغولة لا، مركزة في اللي انا بعمله، وكمان وانا عمالة شغلة نفسي بالصلاة على سيدنا النبي، بغزل القماشة بالصلاة على سيدنا النبي فتطلع جميلة وسهلة. تخيلي من مكنة جبت مكنة وسديت فلوس المكنة دي، ربنا كريم قوي. بتقول والله بقيت خلاص فهمت السر، كلا إن معي ربي سيهدين، وصلي على سيدنا النبي، أصلي على سيدنا النبي. بعد شوية من الوقت أخدت شقة أوسع، يعني علشان يبقى فيه أوضة كده يكون فيها البروفا وتكون فيها إيه المكانتين بتوعي، علشان الناس لما كانوا بيجوا يعني جوزي وولادي والمكان كان بيبقى ضيق. بتقولي والله من مكانتين لشقة أوسع أوضة لشقة أكبر لمكنة واتنين وتلاتة، فتحت أتيليه وجبت صنايعية سيدات وقلت لهم أنا هقول لكم على السر علشان تنفعوا نفسكم وتنفعوني. أول ما تمسكوا في حتة قماشة، أول ما تمسكوا في حتة قماشة وتبدأوا فيها صلوا على سيدنا النبي. اوعوا واحدة فيكم تتلهي أو ماسكة التليفون تتكلم فيه، لأ، صلي على سيدنا النبي علشان القماشة اللي في إيدك دي تطلع حتة من الجنة وما يبقاش فيها مشاكل وتخلصي بسرعة وننتج في اليوم أكتر من قطعة. بتقول أنا بقيت غنية
بالصلاة على سيدنا النبي. تخيلوا، بقت غنية بالصلاة على سيدنا النبي. كلا إن معي ربي سيهدين. السر، ركزوا، انت بتسمعني النهاردة علشان ربنا عايزك تسمعني، علشان تردد الآية الكريمة والصلاة على سيدنا النبي والاستغفار. والله العظيم دي مش صدفة ان انا النهاردة اكون محضرة موضوع والاقي نفسي بقول ده، يبقى ربنا عايزني اقول ده علشان الناس تسمعه. الست بقت غنية بالصلاة على سيدنا النبي، بتقول انا حياتي كانت بسيطة معدومة من حياة مفيش فيها، وتعب وشقى واحتياج. الحياة مسطورة قوي، قادرة أصرف على اللي حواليا وادي لكل اللي حواليا. فتحت بيوت. أنا اللي طلعت اشتغلت شغلانات كتير متعبة جدا. أنا أجيب صنايعية عندي وشغلهم وافتح باب رزق. تخيل، بالصلاة على سيدنا النبي انت النهاردة تقدر وانت قاعد دلوقتي تمسك سبحتك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خلي ورد ليك عن الاستغفار والصلاة على سيدنا النبي. تمعن في القرآن الكريم، اقعد كده واقرأ القرآن بتمعن ودور في التفسير وعيش. هتعيش مرتاح وربنا هيكرمك الكرم اللي عمرك ما كنت تتخيله في يوم من الأيام. ايه ده بقى؟ يبقى عندنا سلاح جميل كده، عصاية موسى، وانا بستخدمهاش، ما ينفعش. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.